مش واضح في اللحظات الأخيرة يا حسام، لكن إذا قدرت توصل لحكم اللقاء في أي توقيت في اللحظات القادمة، يا ريت نقدر نعرف منه إيه اللي حصل على أرضية الملعب بينه وبين الكابتن أحمد حسن. هحاول اروح دلوقتي ولو كده ان شاء الله هنحاول نركبها على الهواء ان شاء الله. شكرا يا حسام، شكرا جزيلا. يعني صورة ما اعرفش، حابب اسمع تعليقك كابتن طاهر. والله انا اتكلم على الكوره لان بصراحه المشهد يعني انا مش عايز اتكلم على الحكم، لا المشهد، انما يعني اعتقد انا سوري يعني في التعبير، هناك اخطاء من اللاعبين، لكن الحكم تسبب في كل اللي حاصل ده لانه كان متعسف في كثير من التصرفات. بصرف النظر انا ما بتكلمش على النادي الاهلي، حلقه من سلسله مباريات سيئه، دي تكمله لهذه المباريات السيئه اللي لعبها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، عشان بس ما حدش يفتكر ان انا بتكلم على الحكم على اساس ان النادي الاهلي ما كسبش، لا دي سلسله من سلسله مباريات لعبها النادي الاهلي، مباريات سيئه، وهذه المباراه احد المباريات السيئه الاخيره اللي زي ما لعب ضد الزمالك، لعب قبلها في التعادل ضد المحله، حتى المباريات اللي كسبها ضد الاتحاد وضد الاتصالات، حتى المباريات اللي تعادل فيها مع بترول اسيوط وتعادل مع الجيش وتعادل مع الشرطه، يعني تعادلات كلها واداء في انخفاض. وانا اتكلمت قبل بدايه المباراه وقلت ان الاداء النادي الاهلي في الدور الثاني على وجه الخصوص منخفض لدرجه ان هو ما خدش غير 18 نقطه من 33 نقطه، يعني اضاع 15 نقطه في الدور الثاني فقط. حضرتك قلت في البدايه فعلا، لكن يا كابتن قبل ما نروح للجانب الفني، يعني الصوره دي يا استاذ شوف اقول لحضرتك على حاجه، يعني اشترك معانا برضو في الحوار.